أبي حازم: ما لنا نكره الموت يا إمام؟ قالها له سليمان بن عبد الملك، قال: نكره الموت لأننا خربنا آخرتنا وعمرنا دنيانا، فكرهنا أن ننتقل من العمران إلى الخراب. إن الإنسان الذي يعمر بيتا يتشوق لكي يرحل إليه. هل عمرنا هذا البيت لنشتاق إليه؟ أحباب رسول الله، هذا البيت يناديك سواء سمعته أم لم تسمعه. يخاطبك ويقول لك: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدوت. وإذا وضع فيه يخاطبه ويقول إن كان مؤمنا إذا به يستقبله استقبالا يضمه ضمة شديدة لو نجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز العرش لموته لنجا منها كل الناس. هذا سيد الشهداء سعد بن معاذ، ومع ذلك حينما وضع في قبره ضمه القبر ضما شديدا، فقال النبي: لو ينجو أحد من الضمة الأولى لنجا منها سعد، ولو ينجو أحد من الضمة لنجا الأطفال. فكل الأطفال والأبرياء والذين ما فعلوا فاحشة إلا وتضمهم الأرض، وذلك لأن الأرض أمنا، وإن الأم لتشتاق إلى أبنائها سواء كان عاقا أو طائعا. فإن كان طائعا كانت ضمة الأم التي تشوقت للولد الذي كان صالحا فتقول له: يا ابني كنت على ظهري تعمر وتصلح، وكنت أحبك وأنت على ظهري.